بدع سيد قطب الذي جمع البدع من كل أكنافها وأطرافها وصبها في كتبه، ويتظاهر بالحماس للإسلام، وهو يكفر الأمة بدءا من الصحابة إلى يومك هذا. الخوارج ما فعلوا هذا، الخوارج ما فعلوا هذا، ونقول مجدد وإمام ونستميت في الدفاع عنه وعن كتبه. هؤلاء يحسبون على السنة، هؤلاء من الطائفة المنصورة، غلط ورب السماء. عليهم أن يعودوا إلى الله ويسلكوا طريق السلف في المواقف الصحيحة من أهل البدع والضلال. أنا لا أعرف فتنة الآن على وجه الأرض أشد على المسلمين من فتنة منهج سيد قطب ومن كتبه. لا أجد فتنة أوجه الأرض أشد من هذه. واجتاحت التجمعات السلفية. إذا كان ضلالات أهل البدع محصورة في أهل البدع والضلال، فهذه والله استهدفت جامعات هذا البلد، جامعات التوحيد والسنة، وزلزلتها وخربت عقائد أبنائها وتصوراتهم، وهدمت باب الولاء والبراء لله وللحق، وحاجتهم إلى نصرة البدع والضلالات. هذا شيء موجود ملموس، من يكابر بهذا؟